السلام عليكم، ازيكم؟ ازاي احسن علاقتي بابني؟ دايما بقول انه لو العلاقه كويسه بين الام والاب وبين الابن، تقويم السلوك هيبقى اسهل ونسبه سماع وتقبل الولد لكلامنا هتبقى اقل. طيب ازاي احسن اصلا العلاقه مع ابني؟ هو في حاجات كتير، بس في الفيديو ده هقول كام نقطه اساسيه ومهمه في اصلاح العلاقه. رقم واحد، بصي على شكل علاقتك باولادك. هل هي فيها صراع وشد وجذب ولا قايمه على الحب؟ طبعا لازم يكون في شد وجذب، بس ما يكونش ده اساس العلاقه. يعني مش طول الوقت في خناقات وزعيق. اجابه السؤال ده هيبقى تقييم بسيط للعلاقه علشان تعرفي انت محتاجه تظبطي ايه وبمجهود قد ايه. النقطه التانيه، ادي وقت لابنك او بنتك لوحدكم ولو 10 دقايق في اليوم. اتكلموا وتناقشوا في اي مواضيع كصحاب. ابعدي في الوقت ده عن النصائح حتى لو الكلام مش عاجبك. اساليه عن يوم واحكي له عن يومك، شوفي اهتماماته ايه واتكلمي معاه فيها. لو مهتم بالكوره او بالتكنولوجيا اسمعيه، ودي تنفع في كل المراحل العمريه من اول 3 سنين لحد ما يكبر. النقطة الثالثة، اديه حب غير مشروط. قولي له انت ابني وبحبك مهما حصل. بلاش تقولي لو عملت كذا هحبك او انت حبيبي علشان كنت شاطر النهارده. ودايما انتقد السلوك مش الشخص. يعني قولي له السلوك اللي انت عملته النهارده ما عجبنيش او ما كانش صح، مش انت وحش علشان عملت كذا. النقطة اللي بعد كده، ادعي له قدامه. الدعاء قدام الولاد بيفرحهم جدا، واوعي تدعي عليهم لان الموضوع ده بيدمرهم. ده غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء عنه. اسمعيهم، اسمعي اولادك من هم صغيرين، بيجوا يحكوا لنا طبعا تفاصيل التفاصيل، واحنا كتير بنزهق وبنقول لهم بطلوا رغي بقى مش فاضيه. بس لما بيكبروا بنشتكي انهم مش بيحكوا لنا حاجه وما نعرفش اي حاجه عنه. مع ابنك وتفاعلي معاه علشان تكوني اول واحده يروح لها لما يفرح او لما يقع في مشكله. اخرجي معاه لوحدكم حتى ولو كل فتره، اتمشوا مع بعض، كلوا او اشربوا عصير او حاجه بسيطه واتكلموا مع بعض. تقبليه زي ما هو بعيوبه ومميزاته. تقبلي اختلافه عنك. مش لازم يكون نسخه منك علشان تتقبليه. هو انسان مستقل وليه شخصيته وليه طباعه. مهمتك مش انك تعملي لهم احسن اكل ولا تقدمي لهم في احسن مدارس ولا تقعدوهم في احسن مكان، وفي المقابل طول الوقت مضغوطه ومتعصبه ومتضايقه. ولادك مش محتاجين ام شاطره، ولادك محتاجين ام سعيده. سلام عليكم.